المسجد الأقصى ينفجر، صاروخ مجهول، دخان أسود يملأ السماء يحول الأقصى إلى رماد، ومن الرماد تبدأ القيامة من القدس. أيد خفية تحرك المشهد، تنفذ نبوءة الدجال وتهاجم نبوءة المهدي المنتظر. ما تراه ليس مجرد خيال، بل عقيدة راسخة في عمق العقل الصهيوني، عقيدة تؤمن بإسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. وفي الجهة الأخرى هلال يتسع كالكابوس، هلال شيعي يرى في كل حرب إشارة، وفي كل نار طريقا إلى المخلص. ليس صراع حدود، بل صراع وعد إلهي، رايات سود في مواجهة نجمة داوود، وجبل الهيكل يتحدى المسجد الأقصى. القدس تحولت من مدينة إلى مرآة آخر الزمان، ومن سيبدأ باسم السماء. الدين أصبح عقل الحرب المحرك، العقل الصهيوني والعقل الشيعي، عقيدتان تشتعلان بنار النبوءات. الصهيونية لا تخفي نواياها، الهيكل يجب أن يبنى ولو على جماجم البشرية، لكن المكان محتل في خيالهم، اسمه المسجد الأقصى. أما في الضفة الأخرى العقل الشيعي يعتقد أن ظهور المهدي لا يأتي إلا بالفوضى، بسقوط الطغاة، بصوت البيعة في مكة، برايات من خراسان وجنود من العراق، كلهم يتجهون نحو بيت المقدس. كلا الطرفين يرى في الدم طريقا للخلاص، وفي النار وسيلة للنور، وفي الحرب مهرا للمخلص. في هذا المشهد لا تطلق الصواريخ من قواعد، بل من نصوص، ولا تحلق الطائرات فوق حدود، بل فوق خرائط نبوءات. والدماء تسكب على مذبح فكرة لا تموت. نتنياهو توقيع باسم المخلص، رجل لا يرى نفسه رئيس وزراء، بل رسول مرحلة، يتحدث وكأنه يحمل وصية. بعض الحاخامات قالوها بصراحة: المخلص يقترب، ونتنياهو هو من سيمهد الطريق. لكن نتنياهو ليس وحده، خلفه مؤسسات لاهوت، منظمة كاملة تؤمن أن الهيكل لن يبعث إلا من تحت أنقاض الأقصى. ومن العدو إيران، الهلال الشيعي، العقل الذي يرى في نتنياهو سفياني آخر الزمان، قائد الدجال الذي سيهزمه المهدي. كل اغتيال، كل غارة، كل قرار عسكري هو حلقة في سلسلة نهاية العالم. في تل أبيب نتنياهو يمهد لظهور المخلص، وفي قم يمهد لظهوره كي يباد. صراع من يعتقد أنه يحقق النبوءة، ومن يؤمن أنه سيساق نحو نهايتها. الدجال ليس شخصا فقط، بل منظومة تملك الإعلام، الاقتصاد والتكنولوجيا، منظومة تفتن الناس وتعد بالخلاص، لكنها تقود إلى الهلاك. وفي نظر خصومها إسرائيل الحديثة هي الدجال نفسه، في انتظار طويل للمهدي، رجل من الغيبة سيظهر حين تكتمل الفوضى. الدجال له عين، وإسرائيل لها القبة الحديدية، عين استخباراتية لا تنام. والمهدي له رايات سود من خراسان، وجيش يمهد الطريق من العراق إلى الشام. كلما اشتعلت القدس تهمس الحوزات، اقترب الظهور. هذه الحرب ليست حرب دول، بل مواجهة رموز. العقل الدجالي في مواجهة الوعي المهدوي، والشعوب ضائعة في المنتصف، والقدس تحولت إلى ساحة نبوءة. كل قطرة دم فصل في كتاب النهاية. المسجد الأقصى هو القنبلة، حرب لن تبدأ بصاروخ بل بمسجد، والهيكل لن يبنى إلا إذا سقطت قبة الصخرة. الحلم الصهيوني ينتظر لحظة الانفجار، عملية كاذبة تنسب لإيران تعطي الشرعية للحرب الكبرى، والعالم يصدق الرواية. الجنون الشيعي فجر المسجد، تفتح الجبهات وتنهار الحواجز، وإيران تمحى من الخارطة. لكن السؤال الأخطر: من كتب السيناريو؟ من فجر الأقصى؟ هل هو نفسه من كتب نبوءة الهيكل؟ هكذا تتحول القدس من مدينة السلام إلى عاصمة القيامة، تكتب بالحبر المقدس والدم المجهول. الشرارة الكبرى قد لا تكون قنبلة، بل حجر صغير من جدار الأقصى. إسرائيل الكبرى في مواجهة الهلال الشيعي، حرب رموز لا خطوط فيها ولا هدنة. إسرائيل مشروع توراتي من الفرات إلى النيل، والهلال الشيعي جبهة عقائدية تمتد من طهران إلى كربلاء، ومن دمشق إلى غزة. صراع لا يعرف التسوية. إسرائيل ترى الهلال تهديدا وجوديا، والهلال يرى إسرائيل بوابة الدجال. كل غارة، كل اشتباك، كل اغتيال
جزء من ملحمة النهاية. الشرق الأوسط كتاب مفتوح على نبوءة لم تكتمل بعد. والسؤال الأخير: من سيحكم هذه الأرض باسم السماء؟ القدس ستحترق، لا لأنها مدينة بل لأنها رمز. الرصاص لا يقتل فقط بل يوقظ نبوءات ويدفن التوازن. الحرب هنا ليست سياسية، إنها تصفية حساب بين عقائد ونبوءات. كل خطوة مكتوبة بنص، وكل ضربة ممهورة بآية، وكل زعيم يظن نفسه مرسلا من السماء. إسرائيل الكبرى تستعد للخروج من الحلم إلى الفعل، والهلال الشيعي يرتفع كمنجل ينتظر موسم الظهور. المسجد الأقصى في مرمى النبوءة، والهيكل ينتظر الخراب، والمهدي يترقب الفوضى، والدجال يبتسم من خلف الكاميرات. ما يحدث الآن ليس سياسة بل فصل جديد في سفر النهاية، ولا أحد يعلم من سينتصر، لكن الجميع يعلم: الشرق الجريح لا يحتمل نبوءتين. إذا أردت أن تتابع الفصول القادمة من هذا السفر المحظور، اشترك الآن وفعل الجرس، لأن ما سيقال لاحقا قد لا يقال مجددا.